قبل ما نبدأ في الملخص، لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك وتشترك لو لسه مش مشترك، وكمان تفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبتدي. في يوم من الأيام كان في بنت تفسى في السوق واخدة أكل كل أصحابها وهم هاتك يا ضرب فيها، لكن فجأة لقت طفلة جاية بالحرس بتوعها وبتدافع عنها، ودي تبقى ديدي بنت راجل غني قوي لكنه متبنيها. ومن هنا بدأت صحوبيتهم وبقت بطلتنا المرافقة بتاعت ديدي وبتعمل لها كل حاجة. وبعد 10 سنين ماتت ديدي، ودي كانت كارثة لوالدها لأن بنته كانت مخطوبة لابن مساعد وزير الحرب اللي بعت لهم كمية فلوس وهدايا علشان الجوازة دي كتير قوي. وعلشان بطلتنا تنقذ الراجل اللي رباها قررت تعمل نفسها ديدي وتتجوز مكانها. وقبل ما تمشي قالت يا دي السنة السوداء، ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ فقررت تأجر ناس يخطفوها وهي في طريقها لمدينة تشانج علشان ما تطلعش واطية. ولما عرف عريس الغفلة تانج طلع يدور عليها في كل حتة ولقاها واخدها القصر اعالجك مش هسيبك. وفي طريقهم عملت نفسها جعانة، ولما دخلت المطعم اتنكرت في شكل راجل علشان تهرب منه من الحرس بتوعه، لكنها كانت بومة وعملت مشاكل في السوق. في الوقت ده انقذها زي، وده ابن محافظية الامبراطور، لكنهم دبوا خناقة لرب السما مع بعض وسابته مشيت وراحت لقرية فقيرة تستخبى فيها. لكن برضه لقاها تانج ورجعها القصر معاه، واتأكدت في الوقت ده ان تانج مهووس بديدي ومخلص ليها قوي، وكان والده متفق معاه انه مش هيتجوز ديدي غير لما ينجح في امتحان قبول لمدرسة تشانج وبعدها سألت البطلة تانج وقالت له هتعمل ايه لو هي ماتت؟ قال لها هموت وراكي. فقررت ما تقولش الحقيقة وتفضل ديدي، والآن ديدي اصلا كانت طفلة متبناة وتانج كان عارف، فكان بيدور لها على اهلها الحقيقيين. وقال لبطلتنا انه سجلها في مدرسة تشانج باسم راجل علشان تدخل وتقدر توصل لاهلها، وده هيبقى سر بينهم. ووافقت. ومش هما بس اللي كانوا بيحضروا نفسهم لدخول المدرسة، لا ده كمان زي كان بيذاكر لامتحان القبول. وجي يوم الامتحان وهناك شافت البطلة ولي العهد شن اللي ركبت معاه قبل كده علشان تستخبى من تانج وكمان زي، فحاولت تستخبى منهم بس هم قفشوها. هو ده اللي سر دي المدرسة كلها تعرف انك بنت قريب. وكان اول اختبار ليهم هو اللياقة البدنية، والبطلة كانت مقررة تسقط نفسها علشان تانج يقبل هو في المدرسة وهي تخرج منها فما يتخطبوش، لكنه كان لازق لها وفضل يجريها غصب عنها لغاية ما فازوا في اول اختبار. ومش بس كده، ده بسبب مساعدتهم للراجل العجوز في السوق عدوا الاختبار التاني من غير ما يدخلوه. وكانت في كل مرة بتحاول تعمل حاجة علشان تفشل في الاختبار كانت بتنجح اكتر من الباقيين، وفعلا نجحت ودخلت المدرسة. وفي اول يوم في المدرسة اتخانقت مع زي، وشكلها كده هتبقى ايام عواء، وهي عواء فعلا لان من حظها الهباب كان زميلها في الاوضة هو زي. وعرفت بطلتنا في الوقت ده ان كل واحد ليه 100 نقطة، واي عواء هيعملوه هينقص من درجاتهم وده ممكن يخليهم يترفدوا من المدرسة. فقالت بس ده انا هخليها خراب على دماغكم، وبدأت مرة تعمل نفسها ايديها مكسورة علشان تخلع من المدرسة، بس جابوا لها دكتور فقالت لهم ايه ده انا مالي خفيت بسرعة ليه كده. وتاني يوم قطعت زي المدرسة علشان اي مخالفة لقواعد المدرسة هتنقص من نقطها، والحمد لله ربنا كرمها المرة دي وخسرت 10 نقط. وفي وقت الدراسة كانت هي وزي في نفس مستوى ذكاء بعض، لكن محدش فيهم طايق التاني لدرجة ان زي ساب لها الأوضة خالص ونام في مكان تاني. اما تانج بقى فكان غيران من زي وطول الوقت شايف ان زي متحرش وعايز يعمل حاجة في البطلة، فعمل له فخ علشان يعطله بس للأسف هو اللي وقع فيه. وفي يوم وهم بياكلوا لاحظت بطلتنا وبقيت طلاب ان شن بيحب اللحمة جدا وبدأوا يدوله نصيبهم منها، فاعترض زي عليها وقال لها انها كده مش بتعالج مشكلة حب اللحمة، هي كده بتزود حبه ليها اكتر. وبدأت الخناقة بينهم لدرجة انهم وقعوا الاكل على الارض. وعرف وقتها المعلم اللي بيكون اخو شن وكان هيطردهم من المدرسة، بس قال لهم لو قدروا يجيبوا 5 شهود انهم ما تعاركوش وانه كانوا
مجرد سوء تفاهم هيسامحهم. وعلى الرغم من كل الخلافات اللي بينهم الا ان زي قال للمعلم انه السبب في كل اللي حصل، وطلب منه ما يدخلش حد تاني في الموضوع، على الرغم من انها فرصة حلوة للبطلة علشان تخلع من المدرسة، بس اتكسفت تطلع واطية قدام المدرسة. لكن زمايلها بدأوا يشهدوا معاها ان ما حصلش خناق ولا حاجة، فسامحهم المعلم. لكنه كان حاطط عينه على البطلة وتانج لانهم بقوا قريبين من اخوه، وعلشان حركة الجدعنة اللي عملها مونجو وزي قررت بطلتنا تاخدهم معاها وتانج ويسهروا في مكان استغفر الله العظيم. وتاني يوم قال لهم المعلم ان المدرسة عاملة حفلة تعارف لطلاب ببعض، وطلب من كل واحد يجيب هدية ويكتب عليها اسمه وهيعمل قرعة وتبادل للهدايا. وجه يوم الحفلة وكان صحابهم اللي بيوزعوا الهدايا لعبوا في صندوق الاسماء العشوائية وخلوا البطلة تاخد هدية زي اللي فيها صورة مش محترمة. ولما شافتها البطلة مسحت بكرامتهم الارض، والغريبة انها ما صدقتش ان زي يعمل كده ودفعت عنه. وبعدها خرجوا كلهم للسوق، وفي طريقهم لقوا راجل عجوز وساعدوه، لكن زي كالعادة كان شايف ان اللي عمله ده ولا حاجة، وهم قدروا يساعدوا واحد انما ما قدروش يساعدوا غيره، وبسبب اللي حصل اتأخروا والمدرسة قفلت عليهم، فاضطروا يباتوا في الغابة سوا. وما ينفعش اليوم يعدي كده، لا اتخانقت بطلتنا مع زي وقالت له قد ايه انت متسلط وهي مش طايقاه. ورجعوا المدرسة تاني يوم، ولما شافوا مسؤول الطلاب عاقبهم على تأخرهم بتنظيف المدرسة طول الفترة الجاية. في الوقت ده وصل ولي العهد للمدرسة، وهناك قابل مدير المدرسة، وكان في بينهم جوابات ومش عايزين حد يشوف اللي فيها، فطلب ولي العهد من زعيم المدرسة انه يحرق الرسائل دي، وهو ما شاء الله عليه بدل ما يحرقها حرق المكتبة كلها. وكان وقتها زي وبطلتنا بينظفوا المكتبة وقدروا يخرجوا من الحريق، بس زي كان شاكك ان الحريقة دي وراها سر، فرجع للمكتبة عشان يعرف السبب ولقي جزء من ورقة محروقة مكتوب فيها اسماء المسؤولين في المدرسة، فشك ان يكون ليهم علاقة بقضايا الفساد. وتاني يوم قال لهم المعلم ان طلاب الكلية هيجوا المدرسة يلعبوا معاهم في اليوم الرياضي، واختار الفريق اللي هينافسهم. لكن الغريبة بقى ان بطلتنا لما عرفت ان زي من ضمن الفريق دفعت عنه وقالت للمعلم يخرجه لانه لسه تعبان. يا حنينة، هو فعلا القط ما يحبش الا خناقه. وفعلا بدأوا التدريب، وكان زي اشطر واحد في اللعبة، ولانها فاشلة فيها فطلبت منه يعلمها. وهنا بدأت الدنيا تبقى لطيفة بينهم، وكمان جاب لها علاج اما معدتها وجعتها وقال لها انها شبه البنات. وبدأ كل طلاب المدرسة يحبوا زي، لكن المعلم ما كانش طايقه وقال لهم ان طول ما هم ماشيين ورا كلام زي هيفشلوا. جرى ايه يا مستر، انت لو واخد رشوة من الفريق التاني مش هتكسر معنوياتنا كده. وجي يوم المبارزة، وكان المعلم متفق مع 2 من الفريق التاني يضربوا زي وبطلتنا وهم بيلعبوا، لكن رغم كده فريق زي فاز. لكن بطلتنا اتصابت في رجليها واصرت ان تانج هو اللي يعالجها بحجة انه عارف وصفة تعالجها بسرعة، لكنها عملت كده علشان ما حدش يكتشف انها بنت. ولما رجعت اوضتها سمعها شن، وتانج بيقول لها انها المفروض ما كانتش تلعب وهي في الفترة دي. وهنا عرف شن انها بنت، فسأل مونجو يعمل ايه لو صاحبه خبى عليه سر مهمة. قال له والله يا ابني ادم صاحبك ما بقاش واطي معاك فهو حر، وكل واحد عنده سر جواه منه ومداريه. وقلب حسين الجسمي في نفسه. في الوقت ده كان زي بدأ يحس انه بيحب بطلتنا وشايفها في كل مكان، فقال لنفسه فوق كده يلا احنا رجاله قوي، هتحب صاحبك ولا ايه؟ وراح هو وبقية الطلاب يطمنوا على بطلتنا، ولقوا عندها هان بنت وزير الحرب، وعلشان تخلع بطلتنا منها قالت لها انها مش هتقدر تحبها علشان هي عينها من حد تاني، وجت مكلبشه في ايد زي. ايه يا بنتي الولا مش ناقص ده، احنا حايشينه عنك بالعافيه. وقالت له لا مؤاخذه يا صاحبي، كنت بحاول اخلع من البنت المعتوهه دي وجات فيك بس انت تمام. لكن الموضوع مش هيعدي كده وخلاص، لا ده انتشر في المدرسه كلها ان زي وبطلتنا بيحبوا بعض. راحت بطلتنا تعتذر لزي على اللي عملته، وقالت له انها مستعده تسيب المدرسه علشان ما تضايقوش تاني. فقال لها ما تركزش مع كلام الناس، وطلب منها يتعاملوا زي ما كانوا بيتعاملوا سوا عادي. وفي يوم زوقت بطلتنا من المدرسه علشان تروح تطمن على الراجل العجوز اللي ساعدته قبل كده، وهناك لقت زي برضه رايح يطمن عليه. فقالت له اهدى يا زميلي مزوغ انت كمان. فطلع مستأذن من المعلم قبل ما يجي، وخصم لها المعلم 20 نقطه هي وباقي الطلاب اللي دوروا عليها، وما كانتش عارفه تنبسط انها بيتخصم لها نقط ولا تزعل انها اذت اصحابها معاها. لكن
لكن زي قال للمعلم لو يخصم للكل. والله يا رجولة يا ابني، بس اتضايقت اكتر لان بسبب اللي عملوه ده المعلم رجع لها النقاط اللي خصمها منها تاني. لكن اخو شن يسكت، لازم يصطاد في الميه العكرة. راح معاقبهم انهم يعملوا واجبات اصحابهم، واما اعترض زيو بطلتنا جه معاقبهم اكتر. وطبعا هو بيعمل كل ده لان في خلافات بينه وبين زيو هنعرفها قدام. لكن العقاب كان جامد على بطلتنا واغمى عليها، فحب تانجي وباقي الطلاب ينتقموا منه فحطوا له شطه في الشاي، ولما شرب منها الصبح بقى شفايفه ولا اجدع فلتر في الدنيا. وقالوا للمعلم لو تعرف تثبت ان احنا اللي عملنا كده فيك ورينا شطارتك. وفي يوم عرضت بطلتنا على زي يجي معاها الجبل، لكنه ما كانش فاضي لان الامبراطور كان عايز يقابله. ولما طلعوا الجبل كان باين على شين انه بيحب بطلتنا، وكمان كان بيرسم لها لكنها اتجاهلته، وراحت لزي تديله مسحوق بيعمل عين يحميه من اي حد يأذيه. في الوقت ده دخل عليهم تانجا وقال لها ان الختم اللي على رسالة هان ليها نفس الختم اللي على يشمعيل الديدي اللي معاها، وشكوا انه يكون لها علاقة باهل ديدي الحقيقيين. وفي يوم اجازتهم راحوا يسألوا على هان، لكن الخدم منعوهم يشوفوها. وهم في السوق لاحظوا ان في ناس بتبيع فلوس مزورة، ولما راحوا يدوروا عليهم ما لقوهمش واختفوا. ولاحظوا كمان ان بطلتنا اختفت في هدوء، وبدأوا يدوروا عليها في كل حتة. في الوقت ده كانت بطلتنا لابسة لبس بنت وبتجري من الحرس، ولما شافت زي طلبت منه يحميها بحجة انها بنت غلبانة، لكنها فضحت نفسها اما قالت له يستخدم المسحوق اللي معاه علشان يبعد الحرس عنهم. فاستغرب ازاي عارفة بموضوع المسحوق اللي محدش يعرفه غير صاحبه اللي اداهوله، فراح وراها وكان قافش انها بنت. قالت له لا مؤاخذة يا زميلي، انا اضطريت البس لبس بنات علشان كان في ناس خطفاني وانا كنت بحاول اهرب منهم. فدخل عليه الحوار وقال لها روحي غيري المسخرة دي، ما عندناش رجالة تلبس كده. وتاني يوم كان زي متغير وبيتعامل بقلة ادب مع اصحابه، وكمان غاب عن الفصل. لكن بطلتنا عرفت مكانه ومشيت وراحت وراه، ولقيته متنكر في شكل عامل فقير، وراح للعصابة اللي بتبيع الاموال المزورة واختاروه يكون معاهم، وراحوا للمكان اللي بيصنعوا فيه العملة المزورة. لكن العصابة قفشتهم بسرعة وقبضوا عليهم، لكن قدروا يفكوا نفسهم ويهربوا. في الوقت ده كان اصحابهم في الغابة بيدوروا عليهم، وبعد ما لقوهم ورجعوا المدرسة اعتذرت البطلة لزي على انها بوظت له المهمة اللي كان رايح فيها، وكمان ضيعت كل الادلة اللي هو جمعها. وعرفوا هنا ان زي شغال لحساب الامبراطور، وهو اللي دخله المدرسة علشان يكشف العصابة. بس قال لها زي انه مش زعلان وهيدور على دليل تاني. وتاني يوم قال لهم مسؤول الطلاب ان العمال اللي شغالين تبع العصابة انتحروا، والمسؤول عنهم اتمسك، وكمان الامبراطور كافئهم ب50 نقطة زيادة. فقالت البطلة بسرها الله يحرقكم، انتوا زودتوني اكتر من اللي خصمته. وتاني يوم اتغير ترتيب الغرف، وبقت البطلة مع شن في اوضة واحدة، لكنها طلبت منه التبديل مع تانج لانها محتاجة تكون معاه، بس ده هيكون سر بينهم وهيبدلوها بالليل. وبعدها راحوا رحلة سوا للغابة، وهناك لقوا هان جاية معاهم. فاستغلت البطلة الموقف وسألتها على الختمة، فقالت لها انه مجرد ختم عادي لعيلتها ولو عايزة تجيبه لها عادي. لكن فجأة الجواب اللي على الختم وقع في المية، فنزلت البطلة تجيبه. راحت هان فضحها في المخيم كله وقالت انها بتغرق. ولما راح شن يدور عليها شافته البطلة وهو واقف مع المعلم، وعرفت انه امير مش مجرد طالب عادي زي ما كان بيقول لهم. ولما قالت له ايه ده انت امير، قال لها على اساس انك مش بنت. وهنا كانت الصدمة للبطلة، لكنه قال لها انه هيفضل سر بينهم بس ما تقولش لحد انه امير. ولما رجعوا للمخيم لاحظت ان زي اتضايق انها كانت مع شن وتعصب اكتر، بس ضحكت عليه بكلمتين وصالحته، بس هي كي مبسوطة. وفضلت البطلة تشرب بالليل لغاية ما راحت منها على الاخر، وهي بتروح في النوم راح لها زي، وهنا اعترفت له انها معجبة بيه. وتاني يوم كان بيحاول ينسى اللي حصل لانه شايف انه ما ينفعش يعجب براجل زيه، فحاول يبعدها عنه وطلب منها ما تهتمش بيه. وبالليل راح شن للبطلة وقال لها ان الختم اللي على اليشم بتاعها نفس الختم بتاع البلاط الملكي. فكانت بتفكر تقول ليانج على اللي عرفته، لكنها رفضت علشان ما تكشفش حقيقة شن. وبعدها اخدها المطعم علشان يلمح لها انه بيحبها، بس هي ما كانتش مركزة معاه وعينيها على زي اللي كان قاعد مع والده. وبعدها رجعوا المدرسة سوا، وعرفوا في الوقت ده ان بنت الطباخة بتاعتهم تايهة، فبعتوا زي وشن يشوفوها وهي هتشتغل مكانها لغاية ما ترجع. في الوقت ده كان زي وشن عند الطباخة، وعرفوا انه مش بنتها اللي اتخطفت، لا ده في اطفال كتير اتخطفوا من قريتهم. فشك زي ان قضية خطف الاطفال ليها علاقة بقضية الفلوس المزورة.
ورا، وان نفس العصابة هي اللي عملت الجريمتين. فراح للمكان بتاع العصابة القديم على امل يوصل لدليل ويلاقي حد ماشي وراها، جه مديله بالبنية في وشه، وطلع الحد ده البطل اللي اول ما عرفت بجريمة الخطف راحت لنفس المكان، وطلعوا الاتنين بيفكروا في نفس التفكير. ولما ملقوش دليل قالوا لاصحابهم وقرروا يخططوا سوا علشان يوصلوا لدليل، وشكوا في جناح شيانجا وبدأوا يراقبوه ويوزعوا الادوار عليهم وكل واحد هيعمل ايه بالظبط. وتاني يوم قال تانج قدام الطلاب انه خطب وهيتجوز قريب، وكان عايز طفل يكون 9 أو 10 سنين يكون خادم لطفله اللي هيجي. فجاء واحد من الطلاب اسمه ليه وقال انه مستعد يجيب له اللي هو عايزه بمقابل مادي خلال 3 ايام. فقال تانج الباقي شلته على اللي حصل، فقال له زي يفضل يجاريه لغايه ما يمسكوه متلبس وهو والبطله هيراقبوه. وفعلا قدروا يوصلوا لمكان الاطفال المخطوفه، وبعتوا مرسال لتانج وباقي الشله وقبضوا على العصابه. وفي نفس الوقت اكتشف زي حقيقه البطله وهي انها بنت، ولما حاولت تصلح موقفها بالليل ساب لها الاوضه ومشي، وقال لها انه مش هيقول لحد بس ما تكملش معاه. وراح زي بعدها لوالده اللي هو اصلا الراس الكبيره لكل الجرايم اللي حصلت دي، وطلب منه يساعده يعرف مين اللي عمل كده، بس عمل عبيط وقاله ان الموضوع اكبر منه. اكبر منك يا حاج برضه، ده انت الموضوع كله. وبعد ما رجع زي المدرسه قال للبطله تبعد عنه لانها دلوقتي مخطوبه لتانجا. فقالت له بقول لك ايه يا ابني، انا اصلا عملت نفسي راجل ودخلت المدرسه دي علشان ما اتجوزوش، احنا اصحاب وبس. وهو كزي كان مبسوط. وفي يوم كان الرقيب تاو اكتشف خيانه الملك ووزير الحرب للامبراطور، واول ما مسك الدليل تمردهم على الامبراطور بعت الوزير الحارسه بتاعته وقتلته. وصل في الوقت ده مونجو اللي اول ما اتخانق معاها عرف انها رو صاحبته من الجرح اللي في ايدها، لكنها عورته وطلعت تجري. فرجع مونجو للمدرسه وحرس الامبراطور وراه، لكنها قدرت تخبيه منهم ولاحظ صحاب البطله انها مختفيه، فبداوا يدوروا عليها وكانوا خايفين تكون هي القاتل، لكنها كانت مع مونجو وقدرت تخبيه من الحرس. ولما بدات تعالجه عرف هو كمان حقيقتها، فقرر يرد لها الجميل ده بانه يحفظ سرها. في الوقت ده اضطر شين انه يكشف عن هويته كامير علشان يمنع الحرس يشوفوا مونجو. في الوقت ده عرف الامبراطور ان القاتل هرب، فطلب وزير الحرب منه انه يسيبوا القضيه دي هو هيحلها. ده انا محل ثقه برضه، ده انت مش محل ثقه، ده انت محل جزم. وبالليل راحت البطله لتانج وقالت له ان ختم عيلة ديدي الاصليه هو ختم ملكي، فلازم يدخلوا القصر علشان يقدروا يعرفوا الحقيقه. وكان حلهم الوحيد هو انهم يفوزوا بالمركز الاول على المدرسه علشان يدخلوا بنفسهم. وتاني يوم قال شين لصاحبه ان الامير الاول هو اخوه بس من ام تانية ودايما بيعاملوا معامله خدامين. وفي يوم قررت البطله وزي يروحوا بيت الرقيب ويدوروا على حاجه تعرفهم سبب موته. ولما وصلوا هناك كان وزير الحرب بيعزي فيه. يا اخي سبحان الله، يقتل القتيل ويمشي في جنازته. المهم ان زي في الوقت ده دخل مكتب الرقيب وشاف واحده بتاخد البخور اللي في مكتب الرقيب، فشك ان السر يكون في البخور واخد عينه منه علشان يعرفوا هو مكون من ايه. وراحوا بعدها لمحل العطار اللي الرقيب كان بيشتري منه، لكنهم لاحظوا ان في حد كان هنا قبلهم واخد كل التوابل اللي بتتحط في البخور بتاعت الرقيب وكمان الرماد بتاعه. ولما سالوا صاحب المحل التوابل دي ممكن تروح فين، قال لهم لجناح شانجا. وفي اللحظه دي عرفوا ان الخادم اللي دلهم على مكان توابل الرقيب اتقتل. ولما رجعوا لتانجا قال لهم ان البخور فيه ماده سامه بتقتل اللي يشمها بالموت البطيء. في الوقت ده عرف طلاب المدرسه عن المنافسه اللي معموله بين مدرستهم والمملكه الشرقيه، وكانوا قلقانين يخسروا قداميهم لانهم خسروا قبل كده، خصوصا البطله لان اخرها تعمل سندوتش حواوشي للطلبه مش تدخل مسابقه فنون. لكن زي قال لها انهم محتاجينها معاهم، واطمنت اكتر لما عرفت ان من ضمن المنافسه مسابقه للطبخه. وبدات شله بطلتنا الخمسه يوزعوا ادوارهم في المسابقه، وابو غل ما كانش موافق عليهم، لكن الطلاب كانوا شايفين ان مفيش حد احسن منهم للمنافسه دي فاتكبس. وبداوا التدريبات للمنافسه في المدرسه، وكانت اول منافسه وهي الرقصه. لكن تانج اتصاب فجاه وهو بيتدرب، والدكتور قال له انه لو مرتاحش ممكن ما يمشيش على رجله تاني، لكنه ما اهتمش واصر يكمل بس ما قدرش يرقص كويس بسبب رجله وخسروا في اول مسابقه. والمسابقه التانيه كانت في الطبخه، وكانت البطله محتاره في اسماء الاطباق، لكن زي دايما في ظهرها ومفيش حيره طول ما زي فيها. وحاول ملك المملكه الشرقيه يستهزأ باكلها، انما هي قالت له اللي مش عاجبه اكلنا ان شاء الله
يطفحوا يا عمنا، وبصيت له بقرف كده وفازت عليهم. وكانت المسابقة التانية في الرياضة، ودي بقى بتاعت شن. لكن وزير الحرب قال لأخوه الكبير إنهم لازم يسقطوا شن في المسابقة، لأن الإمبراطور هيتابع المسابقة دي بنفسه، ولو أعجب بشن هيفكر فيه أكتر منه، وده بيهدد منصبه للحكم، وفي نفس الوقت يعمل واجب مع المملكة الشرقية اللي بعتوله رو. لكن مونجو أنقذه منها. بعدها قال للبطل إنه كان يتيم، وجيلي واتبناه وهو صغير، واتبنى طفلة كمان معاه اسمها رو. وفي يوم راحوا السوق سوا واتخطفت رو منه، وكانت أمنية والده بالتبني قبل ما يموت إنه يهدي وضع الأراضي على الحدود ويحميها، والأمنية التانية إنه يلاقي رو. ولما لقاها كانت متغيرة وهي الشخص اللي عوره مرتين، فقالت له البطلة إن أكيد ليها أسباب للي خلاها تعمل كده. وفشلت خطة وزير الحرب وحضر شين المسابقة وفاز على خصمه من المملكة الشرقية. وجه دور المسابقة الرابعة في الفنون القتالية، وكان مونجو هو المتسابق فيها وخسر لأن صحته ضعيفة جدا. وجه دور آخر مسابقة وكانت فيها ألعاب الذكاء، وزي المتسابق فيها، ومش بس فاز على المنافس، لا ده شمل نفسيته وخلاه اتجنن. وبكده تكون مدرسته وفازت على المملكة الشرقية. وطبعا بنتنا من فرحتها بالفوز ما مسكتش نفسها وجت حضنة الولا. وانا لو اعرف ان الفوز هيخلينا اتحضن كده كنت فزت من زمان قوي. وفوزهم خلى المملكة الشمالية بقت تحت سيطرة مدينتهم يو. في الوقت ده قرر الطلاب يعملوا احتفال بسيط بانتصارهم، فنزلت بطلتنا مع مونجو السوق، وهناك شافوا الاخبار وهي ان البلد في حالة حرب. فقرر مونجو يسيب المدرسة ويروح للحدود ويحارب مع الجيش، وساب رسالة لاصحابه بيودعهم فيها، لكنهم دوروا عليه ولقوه فجابوه وقالوا له انهم هيروحوا يحاربوا معاه. طب والله صديق وقت الضيق، وطلب من المعلم يسمح لهم يروحوا للحدود، لكنه ما يقدرش يعمل كده من غير اذن الامبراطور، اللي اول ما عرف رفض وقال لهم يركزوا في مذاكرتهم احسن. لكنهم صمموا على موقفهم وبعتوا له رسالة مكتوبة بدمهم علشان يبينوا له تصميمهم على موقفهم. ولما شافها اتضايق جدا، لكن اخو شن اقنعه يوافق بحجة انهم شباب والبلد محتاجة خبرتهم، وهو اصلا بيعمل كده علشان يخلص من شن. واما عرف صحاب البطل انها وقعت على الرسالة زيهم يعني هتروح معاهم، هم كانوا رافضين علشان هي بنت. وراح كل واحد فيهم يودع عيلته، وبعدها راحوا للمعسكر. والبلد في حالة حرب، وابن نزيه بيحب على نفسه، لا فوق الله يسترك العدو هيفلقنا. وصلوا للمعسكر، وهناك كان الجنرال مستعيلهم شوية، فما كانش بيخليهم يشاركوا في التدريبات اليومية للجنود. جرى ايه يا زعيم، انت شايفنا فئات ولا ايه؟ لا ده احنا طلاب بس رجالة قوي. فقرر يعمل لهم وحدة فردية يدربوا فيها نفسهم، ولو في معركة هيخليهم يشاركوا، بشرط لو واحد فيهم استسلم وتعب من التدريبات فهيحرم وحدته من المشاركة في اي حرب. وكان الجنرال قاصد يعمل كده علشان يخليهم يستسلموا. ولما عرفوا ان العدو هاجم منطقتهم الشمالية وقتل كل الجنود اللي فيها، اتدربوا اكتر لانهم هيروحوا مكان الجنود اللي ماتوا، وكان في تحسن كبير في مستواهم. وكمان اقترحوا على الجنرال يعملوا مبارزة حية بينهم علشان يتعودوا على الحرب بجد مش مجرد تدريب. وده خلى الجنرال اللي بيحاول يطفشهم يتمسك بيهم اكتر ويعجب بيهم، وكمان نفذ فكرتهم على المعسكر كله. وتاني يوم عمل شن تصميم مصغر كامل للمنطقة اللي هم فيها علشان يقدروا يعملوا خطط صح، وكمان عدلوا في سيوف الجيش وطوروها كفاية. يا شباب هتموتوا الجنرال من الفرحة. في الوقت ده كان تانج مشغول ببطلتنا، وبدأ يشك انها مش ديدي خطيبته. ولما سألها اعترفت له بالحقيقة وقالت له انها هي صاحبة ديدي اللي ماتت، واضطرت تتنكر في شكلها علشان تنقذ والد ديدي من المصيبة اللي هيقع فيها، وانها كانت ناوية تقول له من اول يوم شافته، لكنه صعب عليها لما شافته بيحب ديدي كل الحب ده. وتاني يوم عرف الطلاب انهم ممنوعين من دخول الحرب بأمر من الامبراطور، والجنرال مش هيقدر يديهم اذن يحاربوا، لكنهم قالوا له بما اننا كده ميتين وكده ميتين فودينا نحارب، ولو فزنا الملك هينبسط، ولو خسرنا ومتنا الله يرحمنا، كده كده الملك مش هيقدر يستغنى عنك. وكالعادة اقنعوه ووافق، وكمان عملوا خطة ما تخرش المية خلت العدو بيلف حوالين نفسه، وفازوا على الجيش التاني. وبعدها راحت المعتوهة بتاعتنا تجرب قنابل جديدة في الغابة، وهناك شافت مجموعة من جيش العدو بيقتلوا خدامة وخدوا الأميرة بتاعتها، فراحت وراهم تنقذها. ولاحظ صحابها في الوقت ده انها مش باينة فراحوا يدوروا عليها. في الوقت ده كانت قدرت البطلة تهرب الأميرة، لكن قائد الجيش التاني مسكها وكان
لسه هيقتلها، لكن وصل زي في الوقت المناسب وقال له ياخدوا رهينة بدل البطلة لأنه ابن رئيس الوزراء وده هيخليه يوصل اللي هو عايزه. لكن القائد قال له لو عايز يسيب البطلة يقتل نفسه، لكن بطلتنا قدرت تخدعه وخلت زي قتله، وبعدها اعترف لها بحبه ليها لكنه اغمى عليه بسبب جسمه اللي كله جروح. وتاني يوم رجعوا الطلاب للمدرسة تاني بعد ما ساعدوا جيشهم في الفوز على العدو، واحتفالا بيهم قرر الامبراطور يعمل لهم حفلة عنده في القصر. وقبل ما يروحوا شاف الحيزبون بتاعنا البطلة وفضل يتدحلب عليها لغاية ما اخد منها القلادة بتاعتها وطلب من المساعدة بتاعته تتحرى عنها وتعرف اصلها. وبعدها قابلوا الامبراطور وعلى عكس توقعاتهم كافيهم كلهم وسامح ابنه الامير شن ورقاه. انا شامم ريحة حد دمه بيتحرق. هنا لاحظت البطلة ان قلادة اليشم بتاعتها مش موجودة، ودي بالنسبة لها كارثة لان دي اللي بتأكد هويتها كولد. وقبل ما يرجعوا المدرسة يدوروا عليها لقوها في العربية بتاعتها واستغربت البطلة وقتها لكنها ما اهتمتش تعرف مين اخدها. ولما رجعوا للمدرسة كان تانج لسه حزين بسبب اللي عرفه، لكن بالليل راح قال لها انه مسامحها على اللي حصل وطلب منها ما تقولش لحد على اللي بيدوروا عليه. وفي يوم كان عندهم مسابقة في المدرسة اللي هيفوز فيها هيتوظف وهيبقى معلم خط، لكن الكل كان متعادل. ايه المدرسة اللي الكل فيها دحيح دي؟ في الوقت ده عرف الحيزبون بتاعنا ان عيلة البطلة اصلا ما عندهاش ولاد، وكان ليه بنت واحدة قبل كده وماتت، فشك ان البطلة هي ابن ولي العهد اللي كان بيخدمه وهو صغير وبينتقم له دلوقتي من اللي قتلوه. فقرر يتأكد هو ابنه ولا لأ لأنه كل ده ما يعرفش انها بنت اصلا. فبعت لها انه عايز يقابلها وسألها القلادة اللي معاها دي جايبها منين لان بنته نفسها في واحدة زيها، وهو قال ايه مش عارف يجيبها لها. فقالت له انها ورثها من جدها، فتأكد اكتر انها الشخص اللي بيدور عليه وعرض عليها انها تتجوز بنته فتنحت، لكنها رفضت بشياكة ومشيت وراحت لتانج تحكي له اللي حصل. فقال لها انها لازم تاخد بالها من السيد هان لانه مش سهل وشك ان مقابلته دي وراها حاجة، والله انت فيك شيء لله. وبعدها راح زيل والده يسأله عن قضية موت الرقيب، لكنه قالوا انها قضية مش سهلة وعايزة وقت، لكن القضية دي وقضية خطف الاطفال والفلوس المزورة كلهم اكيد لهم علاقة بجناح نيانجا. وهو رجع قابل مانجو اللي قاله ان زعيم الجناح شبه القاتل اللي اتخانق معاه يوم موت الرقيب وكمان ليه نفس ريحته، فقرروا يراقبوه ويعرفوا مين اللي وراه. ولما رجعوا للمدرسة عرفوا ان عندهم امتحان مبارزة قبل التخرج اللي هيفوز فيه هيقدر يقابل الملك ويدخل القصر. والبطلة قلقت لانها زيرو خبرة وبكده مش هتقدر تدخل القصر ولا تعرف اصل دي ايه، وفضلت طول الليل والنهار تتدرب ونفخة نفسها تدريبات. فقرر مونجو يعلمها ويكسب فيها ثواب. في الوقت ده بعت لها بوهان تاني علشان يشوفها وفتحها في موضوع جوازه من بنته، فقالت له انها معجبة ببنت تانية ومش هتجرح مشاعرها علشان واحدة تانية اغنى منها. ويشاء القدر ان اجابتها هي نفس اجابة ولي العهد قبل كده، فتأكد ابو هان اكتر انها بنت ولي العهد. وبدل ما تخلع من الحوار دبست نفسها فيه اكتر. رجعت البطلة للمدرسة وبدأت التدريبات مع مونجو على المبارزة، لكن زي ما كانش عاجبه اللي بتعمله لان المبارزة مهنة تقيلة عليها كبنت. ولما سألها ليه مهتمة تنجح وتدخل القصر قالت له انه سر وهتقول له عليه بعدين. فاتخانقوا سوا ومشيوا. وتاني يوم راح زي لوالده ولقى عنده عملة مزورة ووصل والده في الوقت ده. ولما سألوا زي كان فين كذب وقال انه كان عند هان في بيته يسأل عن حاجات تخص القضية، فبدأ يشك فيه خصوصا لما لاحظ ان جزمته كانت متوسخة وده معناه انه ما كانش في القصر. فقرر يراقب والده ويحذره لو ليه اي علاقة بقضية غسيل الاموال يلم نفسه علشان ما يتاخدش في الرجلين. فاخد اجازة من المدرسة بحجة انه مريض وكمان منع اي حد يزوره، وراح لوالده لكنه ما قدرش يطلع منه بحاجة. حرام كبير بقى يغلط ازاي قولي. ورجع اوضته كان حزين وجات له البطلة في الوقت ده ورفض يشوفها، بس هي ابدا هدخل بالمكرونه يعني هدخل بيها. وفي نص الكلام جت وسيء وقعت بالكلام وقالت انه هو وتانجا همتنا في حياتها خصوصا انها طول عمرها يتيمه، واعترفت لزي انها مش دي الحقيقيه وقالت له قصه انتحال لشخصيه بنت الراجل الغني وانها قدمت في المدرسه وبتحاول تدخل القصر علشان تعرف مين هم اهل ديدي الحقيقيين، وطلبت منه ما يقولش لحد علشان ما تحصلش ديدي الله يرحمها. وهي خارجه شافها تانجا وقالت له ان زي عرف كل حاجه عنها وانها مش هتفضل طول حياتها بتكذب.
يكذب. في الوقت ده كان الحيزبون قاعد مع ولي العهد وقالوا ان شلة اخوه في المدرسة قربوا يتخرجوا وهو هيعرض عليهم يشتغلوا لصالحه، ولو رفضوا هيقتلهم. وتاني يوم راح تانج لزي وقال له يسامح البطلة على انها كذبت عليه لان هو اللي طلب منها ما تقولش حاجة علشان ما تروحش في داهية. فراح زي للبطلة وعرفها انه مسامحها، وبعدها حكى لها على سبب حزنه الفترة اللي فاتت وشكوا في والده، لكنها كانت شايفة انه ما ينفعش يحكم عليه من قطعة واحدة بس لازم دليل قوي. وبالليل خرجت الشلة سوا وعرفوا من تانك ان اللواء يتقتل، ولقوا في بيته صندوق في فلوس مزورة واعتراف منه انه انتحر. فافتكر مونج وقتها انه شاف رو خارجة من بيت اللورد قبل موته بس ما قالش علشان ما يوقعهاش في مصيبة، وراح لها علشان يعرف منها مين اللي سلطها على قتل اللورد، بس هي زعقت معاه وانكرت انها تعرف حاجة. وتاني يوم قالت البطلة لزي ان افضل مكان بيعرف ينقش اليشمة ممكن يكون مشترك في صنع الفلوس المزورة، ولو وصلوا له هيقدروا يعرفوا مين اللي وراها. فراحت هي وزي لأقرب واشهر ورشة للنقش وعملت حوار عليهم علشان تخرج النقاشين من مكانهم، وزي يدخل يدور على اي دليل يثبت ان ليهم علاقة بالفلوس المزورة. وبعدها سألته على الدليل، قال لها انه ليه حاجة اهم من الدليل بس هيقولها عليها بعدين، وسابها وراح لبيته. وهناك سمع حراس والده بيتكلموا سوا عن الفلوس المزورة، فمشي ورا واحد منهم كان رايح يقابل والده لكنه اخد باله وقدر يهرب منه، وبكده يكون اتأكد زي ان والده ليه علاقة بقضية الفلوس المزورة. في الوقت ده كان ولي العهد مع السيد هان وعاملين تجمع في كل المسؤولين اللي بيأيدوا تمرد ولي العهد على الامبراطور. وطبعا لازم ولي العهد يعيب في سيد هان اللي ماشيه وما يعرفش انه بيعمل كل ده علشان ينتقم لرئيسه اللي مات على ايد الامبراطور. وبدأت الاختبارات التخرج ونجح فيها زي والبطلة، ولما راحوا للملك قرر يديهم مكافأة لكنهم رفضوها وقالوا له انهم عايزين منه خدمة بدل المكافأة. وقال زي للملك ان والده هو اللي ورا قضايا الاختطاف والفلوس المزورة، وان دليل كلامه هو انه ليه عملة مع والده النقش اللي عليها مختلف عن النقش المتداول في السوق وهو شايلهم في دولابه في المدرسة. فبعت الملك الحرس بتوعه يجيبوها، لكن ابوه كان قافش اللي هيحصل من الاول من وقت ما لاحظ ان في عملة من عنده ناقصة، وبعت حد اوضة زي واخدها. لكن على مين؟ ده زي معلم ابن معلم، واحتفظ بالعملة المزيفة معاه، واللي والده اخدها كانت عملة شبهها لانه شاف الشخص اللي بعته والده علشان يسرقه، وكمان ادى للملك ورقة مرسوم فيها مواصفات العملة المزورة واللي مرسومة بحبر نادر جدا ما بيكتبش بيه غير الوزراء، وان والده هو الوحيد اللي اخد نصيبه من الحبر السنة دي. وعلشان كده لبس في حيطة. فاعترف والد زي على نفسه وطلب من الملك يسامح عيلته ويعاقبه هو بس، فامر الملك بحبسه لغاية ما يتعرض على المحكمة. وتاني يوم اتفق السيد هان مع ولي العهد انهم يعملوا ثورة على الامبراطور يوم حفلة تخرج المدرسة، وده لان الملك وكل المسؤولين هيبقوا مشغولين معاهم ويستخدموا قوتهم في انها تحاصر القصر ويجبروا الملك انه يسيب الحكم لابنه الكبير. وكانت رو سمع اتفاقهم فراحت لشلة مونجو وقالت لهم، فراحوا خدوا الختم الملكي اللي من غيره مش هينفع ولي العهد يبقى الامبراطور حتى لو ابوه مضي على التنازل ليه. في الوقت ده كان زي راح لمعسكر الجيش ومعاه مرسوم ملكي بتحريك القوات الاسرى، واول ما دخل ولي العهد وعرف كل ده هددهم انه كل ربع ساعة هيقتل الامير، لكنهم ما اهتموش. وقالت له البطلة ان الختم الملكي مع زي وبيه قدر يحرك جيوش الملك التلاتة وجايين على قصر دلوقتي يعملوا معاك الجلاشة. وفعلا وصل الجيش وانقذوا الملك من التمرد، واصدر الملك قرار بحرمان ابنه من لقب ولي العهد وانه هيبقى من الطبقة السفلى، وعين زي والبطلة مشرفين على المسؤولين في القصر الملكي. لكن الحيزبون بتاعنا مسكتش وقال الامبراطور ان البطلة تبقى ابن ولي العهد السابق اللي اتهموه بالتمرد ومراته كانت حامل وهم بيهربوا، بس فجأة اختفوا ومحدش عارف عنهم حاجة. والدليل على كده القلادة اللي معاها بتاعت ولي العهد السابق. وهنا عرفت البطلة مين هم اهل ديد الحقيقيين. وبعدها طلب السيد من الملك ان يخلي البطلة هي ولي العهد لانها اولى بالمنصب بنت اخوك بقى يا ملك. فزي قال له اخرس بقى صدعتنا، وجي فتحه قدام الملك بانه الراس الحية اللي ورا كل الجرايم اللي حصلت وشهادة رو على كل حاجة، وجاب الدليل كمان نحترم نفسنا ونعتذر لها، نبجح ونقل ادبنا على الملك، وكمان نطلب منه يسيب العرش لابن اخوه لانه اقل حاجة ترجع كرامة ولي العهد السابق. فجت مدياله البطلة واحدة، انا بنت مش ولد، جابت له صداع، وبدأ الكل
بيطلب من الملك انه يسامح البطلة على كذبتها، فقرر يسامحها مقابل الانجازات اللي عملتها للدولة، وطردها من المدرسة وخلاها رسمي بنت الراجل اللي رباها، وطلب من الكل ينسى اللي حصل، وبقى شن ولي العهد الجديد. واتخرج الطلاب من المدرسة وصلحوا علاقتهم بأهاليهم، وبعدها اشترى زي جناح رول البطلة علشان يبقى المطعم بتاعها وتحقق حلمها انها تكون طباخة مشهورة. وبعد سنة بقت بطلتنا فعلا طباخة مشهورة، واتجمع الخمسة الصحاب تاني وكل واحد معاه اللي بيحبها، وعاشوا في تبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات، وانتهت القصة. وما تنسوش لايك وفولو اللي جاي كتير. مع السلامة.